السلام عليكم. عارف ان الكادر ده ممكن ما يكونش احسن حاجة. آه ولكن يعني انا مش جاي اكلمك النهاردة بقى عن معلومات بقى والكلام ده كله. ممكن يكون الموضوع النهاردة مش ابسط، ولكنه اسوأ، يعني فاهم؟ يعني تقريبا باين على وشي. ماشي. الموضوع ما فيه يا صاحبي ان انا زي ما انا بقول لك على الحاجات الحلوة، فلازم افهمك برضك ان انا انسان، يعني فاهمني؟ ساعات بضعف، ساعات بنتكس، ساعات بغلط. حاليا انا منتكس. يعني حاليا انا مش بعمل كل الحاجات اللي انا كنت بتكلم عليها. ده يرجع لايه؟ ده يرجع لعامل نفسي، عامل جسدي، كذا عامل كده. اللي جاي اكلمك فيه ان الحياه مش دايما بامبي، ان الحياه مش دايما هتضحك لك. هتلاقيني بسرح كتير في الفيديو دوت، فحاول تركز في الكلام، ما تركزش معايا انا. دي نصيحه: تقبل الكلام ما تتقبلش الشخص. يعني اللي اسمع الكلام ما تسمعش الشخص، فاهم؟ بص يا صاحبي، دايما ببقى عارف ان الحياه مش بامبي. دايما ببقى عارف ان في اوقات هنضعف، دايما هيبقى في اوقات هنبقى احسن ناس، فاهم؟ دوام الحال من المحال. ولكن بالمناسبه ده الشباك اللي بيخش بيدخل الاضاءه عشان اصور لكم منها. انا دلوقتي بشتغل على اضاءه الشاشات، فتمام. ما علينا يا صاحبي. اسف. اللي عايز اكلمك فيه ان الحياه فعلا مش لازم، مش دايما بتكون بامبي، مش دايما بتكون احسن حاجه. وده اللي انا واقع فيه حاليا. ممكن نجيب المايك ده كده سنه. وده اللي انا واقع فيه حاليا. انا حاليا شخص منتكس. مبسوط بدوت؟ يعني مش مبسوط بده اكيد. آه طيب، تعال نراجع مع بعض ايه الاسباب اللي خلتني منتكس حاليا. اول سبب فيهم ان انا بطلت ادون، بطلت اكتب. حتة ان انت تبطل تكتب ديت، كل مرة بكتشف فعلا انها ذو اهمية كبيرة اوي. بتخرجك عن وقارك او عن السياق اللي انت عايز تمشي فيه. الحلو في الموضوع دلوقتي ان انا معترف ان انا غلطان، معترف ان انا منتكس، مش بجادل او مش بحاول ان انا اقول لنفسي لا انت صح كمل. فاول خطوة وصلتني كده عدم التدوين. تاني خطوة وصلتني لهذا الحال حاليا. هو ايه الحال حاليا عامة؟ يعني دلوقتي الحال حاليا ان انا منحرف، ان انا مش بنام في ميعادي. ممكن ده يبان لك حاجة بسيطة، لكن هي حاجة خاربة حياتي كلها. لو بصيت على وشي فاهم؟ جسمي هبطان. انا ضعيف اليومين دول. رجعت امسك التليفون كتير. ما كنتش عايز اعمل الحلقة دي اصلا، بس زي ما تقول كده البودكاست ده اصلا بالنسبة لي فري ثيرابي، فاهم؟ يعني قبل ما يكون حاجة ليك انت، فهو فري ثيرابي ليا أنا. طب اللي عايز اطلع لك من الفيديو دوت عشان انت ما تتوهش مني، ان مش دايما الحياه تبقى سعيده. مش دايما الحياه تبقى الحاجه اللي انت في خيالك دايما هتحصل. يمكن انا حاليا واصل لمرحله انا مش فاهمها، او مش فاهم هي اللي بتحصل. مش اي شعور باي حاجه يعني. تحس ان حته المشاعر دي مش موجوده، مش الكلام مش بيحوق. بقيت بارد زياده عن اللزوم. مش فاهم في ايه. عده اسباب ده حصل. يعني قلنا سببين منهم. انا باين معلش لو انا مشتت شويه. قلنا سببين منهم تدوين، عدم ضبط النوم، ماسك التليفون كتير. أه فحاولت اظهر ان انا كويس، ان انا مفيش اي مشكله معايا، ان انا تمام. بس مره واحده بدا ده يطلع عليا بقى. انت فاهم؟ انت عارف انت لما تكتم حاجه تطلع عليك. هو ده اللي حصل بالظبط. عارف انت لما تجيب تحط حاجات كتير قوي في اوضه، او تليفون هيفصل. تحط حاجات كتير قوي في اوضه لدرجه انت مش عارف تقفل الباب، فتزق الباب بايدك تحاول تقفله تقفله تقفله. فمره واحده انت ضعفت سيكا، فالباب ساب، فكل حاجه وقعت عليك. فبص يا صديقي، كل اللي انا اقدر اقوله لك
ان ادعي لي و... وباذن الله انا مش هفضل في الحال ده، لان انا مش حابب الحال دوت. وباذن الله الدنيا كلها ترجع زي ما كانت تاني واحسن. وتاكد ان انا لو عملت ده فعشاني وعشان اثبت لك برضك ان انت تقدر تطلع من اللي انت فيه، اللي انا فيه دلوقتي. ف ده تحدي جديد معايا، لو انا هحاول اطلع من اللي انا فيه لاجلك ولاجلي، يعني لاجلي طبعا الاول وبعد كده لاجلك، يعني فاهم. اشوفك على خير يا صاحبي، اشوفك على خير. سلام.